وبدأ بناصر ماهر ناحية الرايت، ناصر منسي راس حربة، شكوبنزا ناحية الليفت، تحتيمه عبد الله السعيد. وهنا هنقف بصراحة، يعني عبد الله السعيد النهاردة أنا شايف إن هو كان مبوظ كل هجمات الزمالك. سيبك بقى من المذيع اللي هو كان بيقول لك وعبد الله وعبد الله، ولا بص صح لقدام. ممكن ياخدها ويقوم جاي يرجعها ورا، انما غير كده القراني هو اللي بيرفع، واخد توكيل القراني هو اللي بيرفعها. انما كعبد الله السعيد بتاع السنه اللي فاتت في اولها والسنه اللي قبلها والكلام ده، اعتقد ان هو لازم يقعد وينزل اخر ربع ساعه زي ما كان بيتعامل شيكابالا بالظبط. يعني زي ما كان بيتعامل شيكابالا اخر سنتين، عبد الله السعيد يتعامل كده. لان حلاوه نادي الزمالك الشوط الثاني لما خرج وناصر ماهر دخل في نص الملعب، عشان كده جاب الجون الاولاني وبقى خطورته اكتر، وعمل واحده لسيف الجزيري اول ما نزل انفراد، واحده تانية عملها لعبد الحميد معالي، وواحده تانية لادهم كايد. يعني فاق لما دخل نص الملعب فاق. فرجع بقى طبعا محمد شحاته، هنرجع بقى للتشكيل: محمد شحاته ودونجا، وطبعا بنتايك وعمر جابر واتنين مساكين الونش وحسام عبد المجيد ومحمد صبحي.